تشكيل الأهلي الأفضل لمواجهة العين الإماراتي في مباراة الإنتر كونتيننتال. أنا وإنت شفنا الأهلي وأكرم توفيق ما بيلعبش في وسط الملعب، بيلعب باك يمين. شفنا الأهلي واللي بيلعب في وسط الملعب وبيبني الهجمة أحمد نبيل كوكا. شفنا الأهلي وبيرسي تاو مش أساسي في الجناح اليمين واللي بيلعب طاهر وبيلعب ضغط عالي وشرس وكان مميز جدا. شفنا الأهلي والأهلي بيقدم شوط من افضل الاشواط ليه مع كولر قدام الزمالك لما فكر يلعب بشخصية الاهلي ويلعب بضغط عالي. طب ما تيجي نشيل سلبية من اللي موجودة في الملعب كمان، وهي اداء امام عاشور السلبي الى حد ما، ونرضى باداء حسين الشحات اللي يقدر يصنع الفارق في اي وقت، ونحول الايجابية او السلبية اللي عند امام بلاعب ايجابي زي قفشة من بداية اللقاء، ونلعب 4-2-3-1. وبما ان عندنا احمد نبيل كوكا ومروان عطية الاتنين يقدروا يلعبوا في مركز رقم 6 ويلعبوا باداء مميز جدا، نقدر نلعب بيهم الاتنين في مركز الديفندر، ونخلي قفشة صانع العاب، ونحول طريقة لعبنا لتلاتة تحت راس الحربة. نخلي قفشة بدل المثلث ما مقلوب بمركز رقم 6 يكون مقلوب بمركز رقم 10، وهنا قفشة يقدر يصنع الفارق. ونعمل إيجابية تانية، نلعب برضا سليم على الجناح الشمال، ونخلي حسين الشحات جناح يمين. صدقني رضا سليم يقدر يقدم الدور اللي طاهر بيقدمه جدا، سواء دفاعيا او هجوميا. رضا سليم كان ينقصه الجدية، وشوفنا جزء من الجدية عنده في مباراة الزمالك. رضا سليم مهاري، رضا سليم بيقدر يعمل العرضية بيمينه وشماله، بيقدر يلعب الكرات الثابتة. رضا سليم سريع جدا، يقدر ينقلك من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. فانت تقدر برضا سليم تلعب ماتش كبير جدا، وتقدر تعمل جبهة مع يحيى عطية الله. رضا سليم امبارح كان بيتحكم في الكورة، وكان في كورة في رجلك لما بتروح لرضا بتحس انه مش هيفقدها بسهولة عكس الماتشات اللي قبل كده. ده التشكيل الافضل بالنسبة ليا. في حراسة المرمى محمد الشناوي، باك يمين اكرم توفيق، قلبين الدفاع في حالة وجود رامي ربيعة. رامي وياسر الاقرب للعب وهيلعبوا. في حالة اصابة رامي ربيعة يوسف ايمن مع ياسر ابراهيم. باك شمال يحيى عطية الله. في وسط الملعب كوكا مع مروان عطية. ثلاثي تحت راس الحربة، على اليمين حسين الشحات، صانع العاب قفشة، على الشمال رضا سليم، وراس الحربة هو وسام ابو علي. ده التشكيل الافضل بالنسبة ليا والانسب للاهلي اللي يقدر يلعب بيه قدام العين الاماراتي ويقدر يكسب ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.